ولادي كانوا عايزين ياكلوا حاجة حلوة النهاردة، وانا كان لسه جايلي قرع عسل زي ما شفتوا في الفيديو اللي فات. فقررت اعملهم قرع عسل بالبشاميل. فبدأت بقى في التجهيزات. جبت قرع العسل قطعتها 4 كده، وبعدين جبت كل جزء قطعته نصين، وقعدت اشيل البذر اللي جوه بالمعلقة. وبعد ما شلت البذر بالمعلقة قطعت القطعة دي بالنص، وبدأت اقشرها من بره بالسكينة. بعد ما قشرتها ونضفتها بدأت اقطعها صغير بالمنظر ده. هحط بقى القرع اللي انا قطعته في حلة على النار، وازود عليهم كوباية سكر كبيرة، واولع نار هادية عليهم لحد ما يستوي خالص. هياخد حوالي بتاع ساعة كده. هغطيه، وبعد الساعة شكله هيبقى عامل كده، هيبقى منزل مية كتير. هصفيه من المية اللي نزلت منه. اهم حاجة اصفيه كويس قوي عشان المية دي انا هحتاجها. هبدأ بقى في البشاميل. احط لتر لبن على النار، وهجيب شوية لبن في كوباية، وازود عليهم كيس نشا حلو، واقلب النشا في اللبن كويس عشان ما يكلكعش. وبعدين اللبن ده هزود عليه المية اللي نزلت من قرع العسل، وابدأ اعمله بالمضرب كويس عشان ما يكلكعش. وواحدة واحدة ازود النشا باللبن، احط شوية وافضل اقلبه كويس بالمنظر ده عشان ما يكلكعش، وافضل ازود واحدة واحدة لحد ما اخلص الكمية كلها. افضل اقلب فيه كده على نار متوسطة لحد ما احسه انه تقل. لازم يبقى ماسك نفسه عشان لما يدخل الفرن. بصوا ده القوام اللي انا عايزاه. هزود حتة قشطة كده كانت عندي على البشاميل ده، واقلب فيها لحد ما تدوب. وخلاص البشاميل بتاعي جاهز. هجيب كبشة بقى واجيب برامة، وابدأ احط بتاع حوالي 3 مغارف كده في القعر تحت. بعد ما احط البشاميل في القرع اوزعه كده، وبعدين ازوع قرع العسل عليه مستوي. هحطه برضو اوزعه على البرامة كلها. بعد ما اوزع حوالي نص الكمية بتاعة القرع على البرامة، دي كانت خلطة مكسرات كده عاملاها، هرشها على قرع العسل، عبارة عن زبيب، جوز هند، بندق، وممكن شوية سوداني. بعد ما وزعت المكسرات هغطي بقى الكلام ده كله بالبشاميل. احط حوالي 3 كبشات، او احط بشاميل لحد ما كل حاجة تتغطى بيه. هجيب شوية جوز هند وارشه على الوش في الاخر كده، وكده البشاميل بتاعي خلاص. هحطه في الفرن بقى لمدة حوالي نص ساعة. ده شكله بقى بعد ما طلع. هسيبه يهدى خالص. ممكن كمان تحطوه في التلاجة لو بتحطوه ساقع. انا حطيته في التلاجة. هبدأ بقى اغرف حتة كده واحطها في الطبق اللي انا هاكل فيه. ده شكله بقى زي ما انتوا شايفين. هسمي الله بقى واكل. طعمها بجد حلو جدا، خفيفة كمان خالص. ممكن يتحط عليها ايس كريم، بس انا بحب اكلها كده. هي عشان مش مسكرة قوي فانا مبسوطة بيها، لاني مش بحب السكريات. الولاد كمان اتبسطوا بيها قوي، وكان طعمها خطير.